دلوقتي هنبتدي نحمل التولز اللي احنا نستخدمها علشان نشغل جافا على جهازنا. في البدايه انت بتكتب السورس كود على اي اي دي اي انت بتستخدمه، سواء كان في اس كود لو انت بتستخدمه لغه تانية ممكن تستخدمه لده، او تحمل اكليبس او انتليجي او نيت بينز براحتك. تمام. وهنحمل كمان الحاجه الاساسيه وهي الجي دي كي بتاع جافا، وده اللي فيها الكومبايلر، واللي هيحول السورس كود اللي انت كاتبه اللي هو بيكون دوت جافا هيحوله لبايت كود. بايت كود ده بيكون الاكستنشن بتاعه دوت كلاس، وده اللي بعد كده هيترجم بالجافا فيرتشوال ماشين لاي نظام تشغيل سواء كان بقى ماك او ويندوز او لينكس. دلوقتي هنبتدي نحمل الجي دي كي الجافا. هنخش نكتب داونلود جافا جي دي كي. تمام. هندخل على اول ويب سايت اللي هو تبع اوراكل. هو هنا باي ديفولت بيكون جايب لك اخر فيرجن من الجي دي كي اللي هي 24. تمام، على حسب نظام التشغيل عندك. هنا لينكس او ماك او ويندوز، انا ويندوز فاختار ويندوز. هننزل اي فيرجن من دي ليكن دي. انا عشان عامل فايل في الدي للجي دي كي هنزله هنا. استنى لما يحمل فوق. تمام، بعد ما ينزل هندخل على الفايل اللي احنا نزلناه فيه ده. يس. نيكست. نيكست. دلوقتي نزل كلوز. هو كان نزل في السي اللي هو الباس اللي كان موجود. هندخل عليه بروجرام فايلز. المفروض ان هو جافا بيعمل ده. تمام. الجي دي كي هندخل عليه، والباس اللي هو بتاع بن ده هنعمل له نسخ. تمام، عشان نحطه في الانفايرمنتال فاريبل. ندخل هنا نكتب env اللي هو environmental variable ده، ندوس عليها. وبعدين environmental variables هندوس عليها ونضيفها في الباس ده. new كنترول في. تمام. اوكي اوكي اوكي. من دلوقتي عايزين نتأكد ان مفيش حاجة حصلت معانا غلط. هندخل على السي ام دي ويندوز ار. اوكي. تمام. عايزين نعرف الجي دي كي نزل ولا لا. هنكتب جافا فيرجن. تمام، هيظهر لنا الفيرجن بتاع جافا، فهو كده اوريدي نزل. تمام. نبتدي نحمل الاي دي اي اللي احنا هنكتب عليه الكود. انا بشتغل او بفضل اكليبس. الواجهه بتاعته بسيطه، بس انت ممكن تشتغل على اي حاجه عامه يعني. تمام. دلوقتي هنحمل اكليبس داونلود اكليبس فور جافا. تمام. اكليبس اي دي اي. هنخش على دي اخر فيرجن داونلود دي. داونلود. داونلود. تمام، اخر فيرجن فيها مشكله، ممكن تكون لسه ما نزلتش، فنحمل فيرجن قبلها. نحمل 24 دي. ننزل تحت Eclipse IDE for Java Windows. برضه هتكون فيها مشكلة. طب نشوف دي Windows. برضه هيكون فيها مشكلة. تمام. لا الحمد لله دي حملت. هنحملها في الفايل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده بتاع جافا جي دي كي. تمام، سيف. نستنى انها تحمل. تمام، الفايل دلوقتي نزل معانا. ندخل على الجافا جي دي كي اللي احنا حملناه فيه. هنعمل له extract في جافا جي دي كي. بعد ما عملنا extract هندخل على الفايل ده Eclipse. الابلكيشن اللي هو الاكستنشن بتاعه دوت اي اكس اي. هندوس عليه.
دلوقتي هيطلب منك directory بتاع الwork space. الwork space ده اللي هيتخزن فيه الprojects اللي أنت هتعملها، فيُفضّل يكون مكان فيه مساحة عندك على الجهاز. هيفتح معاك الواجهة دي. دلوقتي إحنا عايزين نبدأ نعمل project Java. ممكن تدوس هنا create a new project عادي، أو تدوس من file new java project. تمام، هيطلب منك الاسم. اكتب أي اسم عادي بس ما ينفعش تعمل spaces. فنكتب مثلًا project 1. تمام، هتلاقي الproject عندك على الشمال، هتضغط عليه، دوس كليك يمين new class. تمام، علّم أو نكتب الأول الname. عايز اسم الclass وليكن first project والpackage package 1. تمام finish. قبل ما تضغط finish اتأكد إنك معلّم على الmain function. تمام، عشان ما تقعدش تكتبها جوّه. تمام، أهو يبقى ده الpackage بالنسبة لي. تمام، جوّه الpackage ده موجود class اللي إحنا سميناه first project، و والclass ده موجود فيه الmain function اللي هي يعتبر نقطة البداية بالنسبة لي. تمام، عايزين نتأكد إن البرنامج شغال. سيبك من hello world دي. عايزين نتأكد إن البرنامج شغال. هنبدأ نكتب أول برنامج لينا وهو طباعة hello world. تمام، هتكتب system.out.print hello world. تمام، وندوس run. أوكي، تمام، كده تمام. بدل ما تقعد تكتب دي، ممكن في اختصار ليها، ممكن تكتب sys out وتدوس control enter. تمام، وتكتب جواها برضه اللي أنت عايزه hello أحمد run. تمام، وبس كده يا صديقي. أتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك، ولو في أي حاجة قابلتك ممكن تكتبها في الكومنتات.